مساء الخير. في عندي سؤالين بالأحرى، واحد للوزير باسيل واحد للحكيم سمير جعجع. والواحد لمعالي الوزير جبران باسيل. يا معالي الوزير، قبل ما تختار جاد أزعور مرشحك وتطرحه على البترك وتطرحه بالتقاطع، هل تفهمت انت وياه على مفهوم بناء الدولة؟ مفهوم بناء الدولة، بتعرفوا انت هذا الترم مزبوط وانت استعملت لنا اياه. اتفقت انت وياه على مفهوم بناء الدولة؟ واذا اتفقت انت وياه ليه؟ اذا بتريد يعني ما فهمنا نحن كمان، ما نحن مواطنين ولنا حق نعرف. فهمنا شو هو مفهوم بناء الدولة تبعك اللي اتفقت معه انت وجاد أزعور، واذا لا قلنا انه لا بمقابلتك الجاية. انت بتطلع كتير ما شاء الله غني باطلالتك. والحكيم سمير جعجع، يا حكيم يا كبير، هل قبل ما تتقاطع انت وجبران باسيل وانت والتأييريين، لانه نحن ما بقى عنا تغيير، عنا بس 3 تغييرين، بقى صار عنا تأييريين، ووليد جنبلاط، انت قبل ما تتقاطع معهم هل سألته لجاد أزعور اما تفهمت معه على موقفه من الحزب؟ لانك انت قلت لنا وفهمتنا انه انت ما بدك يعني استمرارية لعهد ميشيل عون يلي هو هيمنة الحزب، هيك انت وضحت لنا وهيك فسرت لنا. هل تفهمت انت وجهاد أزعور على موقفه من الحزب ومن سلاح الحزب؟ لانه انا مثل ما سمعت مثل ما بعرف انه هو نزل عند الحزب واعطاهم ضمانات قد بدك، يعني قد ما بيعطيهم جبران باسيل وميشيل عون على شي 5 مرات. تفهمت انت وياه؟ واذا تفهمت انت وياه خبرنا يا خيي شو موقفه لجهاد أزعور من الحزب، بركي بنقنع معك وبنعمل قوات. عرفت كيف؟ وبنتقاطع نحويكم سوا كمان. بقى اذا في مجال تنورونا تخبرونا، انا بعرف رح تردوا علي بالكومنتات انتوا اكبر من هيك، بس انه بمقابلتكم الجايين فهموا الشعب. اذا ما فهمتوا تكونوا اول شيء قبل ما تتصالحوا مع بعضكم لازم تتصالحوا مع حالكم. يعني انت يا حكيم، يا حكيم سمير جعجع ويا جبران باسيل، تصالحوا مع حالكم بالاول ومع مواقفكم وتصاريحكم، بعدين تقاطعوا وتصالحوا بدك اياه، بعدين تلفوا لبعضكم على عيد الباك، عيدوا بعضكم. باي.